نجوى عبد العزيز من قناة دفتر أحوال. أهلا وسهلا بكم رواد صفحة دفتر أحوال. النهاردة المتابعة هتكون مع الفنانة حنان يوسف. بتقول كان نفسي أطلع رقاصة وأنا وجوزي وصلنا لمرحلة الخرس الزوجي، بس هو واقف مع ابنه وقفة رجالة. واتكلمت عن أغرب حالة فرح في مصر وقالت حاجات كتير وما عندهاش مانع من البوس. دي تصريحات للفنانة حنان يوسف خلال لقائها في برنامج كلام الناس تقديم الإعلامية حنان عز. كل يوم فنانة تطلع تقول لنا كلام جديد بشكل جديد وتصريحات تثير الجدل مع الفنانة ياسمين عز وفي كل برامج التوك شو. الفنانة حنان يوسف خلال لقائها في البرنامج قالت انها انفصلت عن جوزها لاننا وصلنا لمرحلة الخرس الزوجي. وكشفت حنان يوسف عن سبب انفصالها عن زوجها المخرج عصام السيد، مشيرة الى انهما وصلا لمرحلة الخرس الزوجي. وقالت كمان ان سبب انفصالها عن جوزها ان هي يعني خلال اللقاء مع الإعلامية ياسمين عز كانت مشاكل عادية جدا جدا، لكن ما تحملناهاش وكنا فاكرين ان الحب هيفضل موهوج يعني متقد يعني. لكن دخلنا في الروتين وزهقنا وما بقاش في حديث بينا ولا حاجة مشتركة، وكان الأريح لينا ولابننا ان كل واحد يروح مكان ما هو عايز. انا ما عملتش ممكن اكون ان انا ما عملتش مجهود في العلاقة، لكن لان خدت الموضوع على كرامتي فاخدت رد فعل غلط. والحمد لله علاقتنا كويسة وهو شخص محترم وواقف مع ابنه وقفة رجالة. وقالت كمان حنان يوسف وصلنا لمرحلة خرس زوجي حتى ما كناش بنتخانق، وده كان مرهق بالنسبة له لأنه مخرج كوميدي وأنا كنت قاعدة له زي الكبة وما عملتش مجهود غالبا علشان الشعللة أعرف. وبعدين كمان قالت إن أغرب فرح هتشوفه مصر أنا هكشف عنه، وهو إن ابني بيرغب هو وخطيبته في إقامة حفل زفافهم داخل مدرسة. وقالت حنان خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس اللي بتقدمه ياسمين عز على قناة الأمبسي مصر اليوم ان ابنها وخطيبته بيحبوا بعض قوي وبيحبوا مدرستهم جدا جدا، وبتجمع الكثير من الذكريات الجميلة بينهم، ولذلك قرروا إقامة حفل الزفاف داخل المدرسة. وأضافت إن هما بيحبوا المدرسة جدا جدا، لذلك لأن بتجمع ذكرياتهم، لذلك هي وافقت على إقامة الفرح بداخلها، بس لسه هياخدوا الموافقة. وقالت وضحكت قوي قوي بضحكة عالية وقالت كلنا هنروح باليونيفورم بتاع المدرسة يظهر كده. وبعدين قالت ان هي مش هتفقد ابنها بشكل كبير بعد الزواج، لكنه بيحب خطيبته. وقالت كمان ان في بينهم قصة حب بدأت بينهم من الصغر واتكلمت عن ابنها. قالت انا بخاف على ابني من اي حاجة وبطمن كل شوية عليه، لكن مش بخاف من الحسد لان مفيش حاجة اسمها حسد ولا عين. وهي كده بتنفي ان مفيش حسد لان مفيش حاجة قررت تاني اسمها حسد ولا عين. ما كانش وابني ما كانش بيرد على التليفون فكنت بكتب له على الفيسبوك، وبعدين عرفت اني ممكن اكلمه في الرسائل لاني ما كنتش اعرف وكان بيتضايق. وقالت هما ان شاء الله يتجوزوا، والاتنين قرروا يعملوا فرحهم في المدرسة لانهم عرفوا بعض في المدرسة. قالت حنان يوسف انها كانت تتمنى انها تصبح رقاصة
لأنها معجبة جدا بالرقص الشرقي، وقالت كنت عايزة أبقى رقاصة في الأفراح، كنت معجبة جدا بالعوالم، وكنت بحب الرقص البلدي، وكمان هو معبر جدا زي باقي الفنون، بيعبر عن المشاعر من غير كلام بالأداء الحركي. وكنت بتفرج زمان على الرقصات واروح اقلدهم في البيت لحد دلوقتي. وقال كنت لحد دلوقتي انا برقص في اوضتي. وقالت كمان بالنسبة، وحددت موقفها بالنسبة للقبلات، وقالت آه انا يعني والمشاهد، وبالنسبه للمشاهد الجريئه في الفن، لو كانت عرض عليا مشاهد بوس كنت ممكن اوافق عادي، لكن انا بقرف من البوس. وقبل كده اتعرض عليا قلت للمخرج لا بقرف، وتابعت. وقالت كمان دلوقتي كبرنا، ولا بقى في حب ولا بقى في بوس. الفنانة حنان يوسف دي ممثلة مصرية، ولدت في الإسكندرية. آه، هي ولدت في الإسكندرية، وكانت تقيم بمنطقة جليم. درست بكلية الآداب، اتخرجت منها سنة 70. درست بعد كده الفنون المسرحية، وشاركت بأدوار مساعدة بعدة أفلام. وبعدين ركزت نشاطها الفني مؤخرا بالدراما. هي ولدت لأب مصري وأم فلسطينية، وهي خالة الفنانة الشابة فرح يوسف. وفي سياق آخر هي الآن تشارك في مسلسل أم البنات بطولة سهير رمزي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. أنا بشكركم، وإلى اللقاء. كان معاكم نجوى عبد العزيز الصحفية من قناة دفتر أحوال وصفحة دفتر أحوال، وأشكركم، وإلى اللقاء في متابعات أخرى إن شاء الله. شكرا.